عايز تفشل في البيزنس بتاعك اعمل حاجه من ال11 حاجه اللي هنشوفهم دلوقتي، حاجه واحده بس. طيب ايه اول حاجه ممكن تعملها؟ انك ما تحطش هدف، ما تحطش خطه، ما يبقاش عندك اي ليدرشيب سكيلز. انا بقول لك مبروك عليك، شركتك هتقفل. رقم 2، لو الايموشن بتاعتك، العاطفه هي اللي بتحركك في البيزنس، مبروك شركتك هتقفل. رقم 3، استعجل النتيجه وشركتك هتقفل برضه. انا بقالي 3 شهور شغال بس ما بعتش. طب ماشي، ايه المشكله؟ مفيش علامه استفهام، ده طبيعي على فكره. طيب اللي بعديها ايه؟ اوعى تحسب الريسك وانا بقول لك برضه شركتك هتقفل. شركتي تتاثر بايه؟ 1 2 3 4. طب ازاي اعالجها؟ 1 2 3 4. حط خطه للريسك. لو ما حطيتش توقع بشكل كبير ان شركتك هتقفل. طيب اللي بعديها، ما تبقاش شاطر فاينانشال، يعني مش عارف حسابات، مش عارف قوائم دخل، مش عارف ازاي تمشي الميزانيه بتاعت شركتك. دي من الحاجات الميجر اللي تقفل لك شركتك من اول 2 3 بالكتير، ده لو انت جدع يعني. طيب ايه اللي بعد كده؟ اجنور التسويق، شركتك هتقفل على طول بمنتهى البساطه. طيب لو انت ما طورتش في البيزنس بتاعك، برضو اضمن لك انك انت هتقفل الشركه بشكل جميل جدا وشكل سريع. اللي بعديها ايه؟ اجنور الماركت داينامكس. الماركت داينامكس مقصود بيها ايه؟ السوق بيتغير بشكل ريت عالي قوي عن ما كنا زمان، لازم تتأقلم. طيب اخر حاجه او قبل الاخيره، اغفل او شيل من دماغك الايمج بتاعت الشركه بتاعتك. انا بقول لك الشركه بتاعتك مش هتكمل. يعني ايه الشركه؟ الشركه دي عباره مش حيطان. الشركه دي من اول الويب سايت، من اول شكل البرودكت، من اول طريقه لبسك، من اول طريقه كلامك، من اول طريقه كلام الموظفين اللي في الشركه. كل الحاجات دي بتحط على بعض بلوكس ممكن تخلي الشركه بتاعتك تقفل عادي خالص. اخر حاجه، اجنور ديسيبلين، الانضباط. ال11 حاجه دول اساسيين مش في الشركات، 11 حاجه دول اساسيين في حياتك. ده مش كلام مرسل، بس كل واحده من دول انت محتاج تشوف انا كام من 10 فيها لو انا هفتح شركه وهبقى مسؤول عن ناس تحتيه.